من اول دقيقة وانت مسيطر على المباراة، من اول دقيقة وانت مستحوذ على المباراة كلها، عامل جبهة شمال كويسة وعامل جبهة يمين كويسة وفي افكار في الملعب وعامل حصار على الاتحاد السكندري، فمفيش اي مبرر خالص يخليك كده في اخر الماتش تستقبل هدف ملوش اي لازمة، تستقبل هدف يخليك تقعد اخر ربع ساعة في ضغط. ولكن يا عزيزي هو ده النادي الاهلي. تعالى كده نتكلم مع بعضينا النهارده عن ياسروب والطريقة اللي لعب بيها، ونشوف افكاره في الملعب، ونشوف برضه دفاع النادي الاهلي. قبل ما اتكلم معاك في اي حاجه، فاول حاجه اقولها لك هو الله يكون في عون ياس تروب اللي هيكون مضطر ان هو يكمل بدفاع النادي الاهلي، هيكون مضطر بالتمركزات اللي هو شايفها دي. فياس تروب هيكون عليه حمل تقيل قوي، وهيكون عليه شغل كبير قوي مع دفاع النادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي اللي تحسه حتى هو من وقفته واقف غلط، دفاع النادي الاهلي اللي بيخترق بسهوله، دفاع النادي الاهلي اللي لازم يكون كارثه في كل مباراه، دفاع النادي الاهلي اللي لازم هنا يضغطك ويضيع عليك هنا كل ماتش ويخليك قاعد مضغوط. تعال بقى نتكلم عن ياستروب النهارده وطريقه لعبه وافكاره جوه الملعب. ياستروب النهارده لعب بطريقه 4-1-4-1. معظم الناس قالت لك ان هو بيلعب بطريقه 4-3-3، ولكن انا بقول لك لا، هو لعب بطريقه 4-1-4-1. الطريقه النهارده دي عملت ضغط كبير قوي على دفاع الاتحاد. النهارده كنت بتلاقي الرباعي كلهم ضاغطين مع جراديشار على دفاع الاتحاد، فطبعا غلط دفاع الاتحاد كتير قوي. في معظم المباراه كنت بتلاقي زيزو هو اللي بيضمه من الطرف جنب جراديشار وبيضغط هنا على دفاع الاتحاد، وطبعا ده عمل هنا كثافه هجوميه للنادي الاهلي، وطبعا هنا خلى هنا دفاع الاتحاد بيغلط كتير، وخلى اصلا فريق الاتحاد في نص ملعبه انت عامل حصار عليه بالظبط. النهارده برده كان في افكار من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، والافكار دي متكرره من المباراه الافريقيه اللي فاتت. كنت بتلاقي هنا الثلاثي، طبعا هنا زيزو وجنبه هنا محمد علي بن رمضان، وبيجي هنا من وراهم محمد هاني، نفس الكلام هنا بن شرقي وراه تريزيجيه، وبيجي هنا من وراهم كوكا اللي تسبب طبعا في الهدف، والكره جت من ناحيته بالاشتراك طبعا مع الدفاع الكارثي، هنتكلم عن الهدف ده. ولكن النهارده برضو ياستروب بيكرر برضو نفس الطريقه، الثلاثي ناحيه اليمين والثلاثي ناحيه الشمال، وطبعا ده بيخليك تعمل هنا جبهه قويه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، طبعا مع السرعات اللي موجوده، لان النادي الاهلي النهارده عمل تحولات كتير قوي. الشوط الاول كنت بتلاقي هنا سرعات من ناحيه زيزو وتريزيجيه، اول هنا من النادي الاهلي يمسك الكوره في نص ملعبه كنت بتلاقي تريزيجيه وزيزو بياخدوا الكوره، وحصل طبعا كذا مره النهارده تحولات كتير قوي مع سرعات زيزو وطبعا هنا مع سرعات تريزيجيه. هتلاقي برده هنا في نص الملعب ان النادي الاهلي اول ما بيمسك الكوره في كوره كده بيلعب عليها، ان النادي الاهلي بيلعب هنا في ظهر الدفاع، وده طبعا الكوره اللي جه منها الهدف الاول واتكررت كتير خلال المباراه. فالنادي الاهلي لا، في افكار، المدرب النهارده بيديك افكار جوه الملعب، ولكن زي ما قلت لك ان الله يكون في عون المدرب، لان اللي بيعمله كله في الهجوم بيروح طبعا في الدفاع، والراجل طبعا مجبر على الدفاع. الراجل طبعا جه على دفاع زي ده، هو ما اختارش الدفاع، هو جه لا طبعا ياسر ابراهيم وياسين مرعي محمد هاني وكوكا. كرة الهدف الاول النهارده للاتحاد هي برضو كرة بالكربون. ارجع كده معايا لماتش السوبر الافريقي وهدف ناصر منسي برضو اللي سبق ياسر ابراهيم وحطها في الجون. ارجع برضو معايا لماتش حرس الحدود الموسم ده وهتلاقي هنا برضو نفس الهدف، هنا اللاعب يعدي من بين ياسين مرعي وبين طبعا ياسر ابراهيم ويسبقهم، ونفس الكرة بالكربون النهارده برضو نفس الهدف بالكربون. فالاخطاء برضو متكررة، ياسر ابراهيم دايما بيسرح. انت النهارده لو جبت اي حد مش فاهم كوره ووريته كره الهدف دي، لاعب الاتحاد وهو بيقطم لجوه كده كده معروفه انه هنا مهاجم الاتحاد هياخد على القريبه وهيخطف. وطبعا ياسر ابراهيم كمان الكارثه ان هو كان سابقه، يعني الكارثه الكبيره ان ياسر ابراهيم هنا كان سابق طبعا مهاجم الاتحاد، ولكن برضه نفس الغلط بيتكرر، مهاجم الاتحاد برضه خطفها منه وحط نفس الهدف. فدفاع النادي الاهلي لا، كارثه. دفاع النادي الاهلي محتاج شغل كتير. ياستروب هيعاني طبعا، ياستروب طبعا محتاج شغل كبير قوي على الناحيه الدفاعيه، هو مضطر على الدفاع ده، هو مجبر على دفاع النادي الاهلي ده، هو ما عندوش اي اختيارات، هو مضطر ان هو يكمل بدفاع النادي الاهلي ده. احنا هنا كنا جايبين اشرف داري عشان نعوض محمد عبد المنعم. انا عايز اقول لك ان اشرف داري ما لعبش ماتشين ثلاثه على بعض الموسم كله، بيتصاب، فانت جايبه على اي اساس تعوض بيه محمد عبد المنعم؟ محمد عبد المنعم هنا لحظه خروجه هنا من دفاع النادي الاهلي واحترافه، لا دفاع النادي الاهلي بقى متراجع، دفاع النادي الاهلي بقى كارثه، دفاع النادي الاهلي بيتسبب كل ماتش لا ان هو يخسرك ويضغطك، واخر ربع ساعه في كل مباراه انت عارف ان في هدف هيجي فيك، فدفاع النادي الاهلي مش مطمئن. ياس سروب عليه شغل كبير قوي، زي ما عامل هنا شغل كويس وفي افكار في الهجوم، لا في كوارث في الدفاع، في كوارث هو محتاج يشتغل عليها،
فالله يكون بعونه. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان اكثر لاعب مظلوم هنا في المنظومه دي وفي طريقه اللعب وكل حاجه، لا هو محمد علي بن رمضان. ارجع كده معايا لماتش بورتو، ماتش بورتو طبعا اللي كان هنا المحرك الرئيسي في الملعب والدينامو هو كان محمد علي بن رمضان. طب ليه هنا محمد علي بن رمضان ما بقاش مؤثر جوه الملعب؟ هقول لك ليه. لان محمد علي بن رمضان كان بيلعب هنا على الدايره، او هنا متطرف شويه ناحيه الشمال، كان الشغل كله عليه، هو بينزل هنا يعمل هو مرحله التحضير، ويطلع بالكرة هنا بيكون وشه طبعا على الملعب وكاشف الملعب، فبيقدر هنا يوزع لك يمين وشمال، وبيقدر هنا يديك كور حلوه وسلسه في الملعب، وبيقدر طبعا يعمل لك اختراقات وبينيات كويسه. ولكن انت مره واحده خدت محمد علي بن رمضان اللي هو كان ممتاز ممتاز في ماتش بورتو، ومن ساعه ماتش بورتو طبعا ما جاش ومش موجود في النادي الاهلي، والسبب طبعا طريقه اللعب. انت خدته هنا من نص الملعب وان هو الدينامو والمحرك الرئيسي جوه الملعب، لا انت جبته هنا وحطيته يعتبر جنب جراديشار مع ادوار مركبه ناحيه اليمين اللي هي مش عدلته، اللي هو اصلا هنا بيتالق ناحيه الشمال. جبته هنا من نص الملعب، كمان ما اديتوش ناحيه الشمال هنا ان هو يسند مثلا مع هنا مثلا بن شرقي وكوكا، او هنا شكري، او ايا كان اللي هيلعب باك شمال، لا انت اديته ناحيه اليمين على غير عدلته برده، وحطيته هنا في ادوار مركبه جنب جراديشار. فطبعا الراجل هنا فقد امكانياته. الراجل دايما لا موجود هنا في اخر الملعب، ولما بينزل هنا طبعا لحد هنا نص الملعب بينزل ناحيه اليمين، فالراجل مش عارف يأدي الدور ده. محمد علي بن رمضان هو اكتر لاعب مظلوم في الطريقه دي. محمد علي بن رمضان هو اكتر لاعب مظلوم في طريقه اللعب دي في المنظومه دي. لعيب كبير مش عارفين يستغله. نزل محمد علي بن رمضان هنا جنب مروان عطيه، او سيبه يعمل هو مرحله التحضير هنا، لا هتلاقي محمد علي بن رمضان، هتلاقي اللعيب الكواليتي اللي انت جايبه، هتلاقي اللعيب العالي قوي اللي انت جايبه وتقدر تستفاد منه. ولكن بصراحه الطريقه ظالمه جدا 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 لمحمد علي بن رمضان. فانا عندي رايي ان محمد علي بن رمضان رغم غيابه من ماتش بورتو ان هو مش موجود معانا في النادي الاهلي ومش موجود في الملعب، ولكن هو اعلى لاعب كواليتي في الملعب. لعيب عالي، الكرة تحت رجله سلسة، ولكن حطه في مكانه وانت هتشوف منه احسن كرة، وهتشوف منه طبعا محمد علي بن رمضان اللي انت عايزه. ولكن النهارده اجمالي المباراة النادي الاهلي هنا هجوميا ممتاز، دفاعيا طبعا الله يكون في عون ياستروب زي ما قلت لك قبل كده، محتاج شغل كتير جدا، محتاج هنا ان هو طبعا يشوف المنظومه دي، لان المنظومه دي هتكون متسببه في كارثه في افريقيا في الماتشات الجايه، فالله يكون في عون ياستروب. فانت النهارده في المجمل تقدر تقول ان ماتش كويس، ماتش كويس هجوميا، وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان في كوارث دفاعيه محتاج ياستروب يشتغل عليها. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج شغل كتير الفتره الجايه، المدرب محتاج مسانده، يدي ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، يكتشف هنا الكوارث اللي في الملعب، ويكتشف طبعا المميزات، يشوف هنا دفاع النادي الاهلي، ويشوف طبعا هجوم النادي الاهلي اللي هيتطور اكتر مع الراجل ده. بالتوفيق للنادي الاهلي، بالتوفيق لياستروب، واشوف وشكم على خير. سلام.